هو احنا ليه بنصمم ان احنا نعمل الغلط بالرغم من ان احنا عارفين ان هو غلط؟ لا، وزيادة على كده كمان ان احنا نفسنا ان احنا نغير الغلط ده، وعارفين ايه هو الصح اللي احنا عايزين نعمله بس مش قادرين نعمله. معادلة صعبة قوي، في ناس كتير قوي بتمر بيها. لو انت او انتي من الناس دول يبقى انا عاملة الفيديو ده عشانكم مخصوص وعشاني اولا. خلينا كده نعترف مع بعض أوليا إن إحنا أي معلومة عايزينها هنوصل لها بسؤال واحد على شات جي بي تي أو على جوجل أو على أي حاجة، هنوصل لها من غير ما نقرأ كتب ولا من غير ما نقرأ أبحاث ولا من غير ما نتعب نفسنا. بسهولة جدا هنوصل للمعلومة اللي إحنا عايزينها. يبقى إذن فين المشكلة؟ المعلومة اللي أنا عايزها ممكن أجيبها بسهولة. الرغبة عندي وبزيادة وملحة، ولكن بكرر الفعل الغلط، عمالة بكرر وبرضه بعمله. يمكن أنا كمان ضميري بيأنبني وبزعل وبتضايق إن أنا كمان بعمل الغلط. طب ليه مش ببطله؟ النهاردة هقول لكم على سببين إحنا ليه بنعمل الغلط بالرغم من إن إحنا عارفين إن هو غلط، وهقول لكم على حاجة واحدة ممكن يعني تكون حل أو روشتة تساعدنا إن إحنا نتخطى الدايرة المفرغة اللي إحنا ماشيين فيها دي. قبل ما أشارككم السببين خليني كده الأول أحكي لكم حاجة حصلت معايا الأسبوع اللي فات. أنا في حد غالي عليا من عيلتي في المستشفى، وبعدين هو لازال لسه لحد دلوقتي، هي يعني لسه لحد دلوقتي في المستشفى. ولكن اللي أنا عايزة أقوله إيه، إن الفترة دي كانت صعبة قوي. ففي مرة من المرات وأنا نازلة من المستشفى قعدت في العربية، ما قدرتش يعني أمشي وأروح على طول. وأنا قاعدة بقى في العربية قدام المستشفى لقيت مبنيين قدامي، المبنى بتاع المستشفى ومبنى جنبه بالظبط فندق. وقعدت أفكر كده، قلت يا سبحان الله، المبنى ده والمبنى ده معمولين عشان الناس. ده معمول عشان الناس العيانة، وده معمول عشان الناس السليمة اللي عايزة كمان تستمتع، يعني أو الناس يعني مبدئيا الناس السليمة اللي عايزة تستمتع. الناس بتروح فندق عشان يعني تقضي جو حلو وتعمل، انتوا عارفين. فاللي هو فكرت قلت يعني الناس هنا بيجي لها فطار وغدا وعشاء، وهنا بيجي لهم فطار وغدا وعشاء. هنا ليهم أوض وسراير وهنا ليهم أوض وسراير. وقعدت أفكر قلت يا سبحان الله، يعني الواحد بقى في حياته في الطريق اللي هو هيمشي فيه وبالاختيارات اللي هو هيعملها، يا هيوصل هنا يا هيوصل هنا. ما هي ملهاش تالت. ما هو أنا مثلا لو فكرت في حاجات معينة أنا هوصل مثلا باختيارات معينة. خلينا نقول أكيد طبعا طبعا القدر ليه أساس في الموضوع، ولكن إحنا كمان لينا دور، إحنا كمان طريقة حياتنا والطريقة اللي إحنا بنعيش بيها ليها دور. يا هنوصل لهنا يا هنوصل لهنا، يا هنبقى هنا يا هنبقى هنا، في الآخر آخرتها يا هنا يا هنا، أو يا في بيتنا، يعني هنبقى مكملين في بيتنا بس آخرتها هتبقى إيه. اللي أنا بقى عايزة أقوله، الحاجتين اللي أنا عايزة أقولهم ليها علاقة بآخرتها دي. أول سبب من الأسباب اللي بتمنعنا إن إحنا نعمل الصح بالرغم من إن إحنا عارفين إن هو ده الصح، وبالرغم من إننا جوانا رغبة ملحة إن إحنا نعمل الصح ده ولكن بنختار الغلط. أول سبب هو المتعة. المتعة، احنا عايزين نستمتع. الانسان هو اصلا عقلك مصمم ان انت للراحة، انت عايز ترتاح، عايز تستمتع، مش عايز وجع دماغ. اكيد طبعا انا لو هقعد اكل مثلا شوكليت كيك واشرب حاجة سخنة ولا اروح اتمرن في الجيم، طب ما ده هلاك. ده اتمرن في الجيم ما هلاك وتعب، وانت بتتعب وبتعمل مجهود، ومجهود قبله ومجهود بعده. انما الكيك هي هتجيلك كده على طول وانت قاعد وهتاكلها وهتتبسط وتستمتع وخلص الموضوع. فهنا ساعات مخنا بيضحك علينا في حتة اللي هو ايه، عايز المتعة اللحظية، المتعة اللي انا فيها دلوقتي، عايز المتعة دي. فانا ارد على نفسي بقى واقول لها ايه، بما ان احنا متعودين ان احنا بنقول الافكار اللي جوانا والحوار الداخلي اللي جوانا، بنقول الفكرة وازاي نرد على نفسنا لما تقول لنا الفكرة دي. فلما نفسك تقول لك انا عايزة ان انا ارتاح وعايزة الحاجة دي، عرفها ان دي راحة زائلة، متعة زائلة. مثلا يا هاجر انت دلوقتي هتقعدي وتشربي الشاي بلبن وعشان بحب الشاي بلبن قوي، وتاكلي مثلا الكيكة ولا تاكلي ايا كان الحاجة اللي انت عايزة تاكليها. هتستمتعي، هستمتع طبعا، ما حدش قال ان انا مش هستمتع. بس لما اقوم وافتح الفيديو واتمرن واتعب في التمرين وبعد كده اروح اعمل اكل مثلا كويس عشان اكله عشان انا لسه متمرنه، فانا هبذل مجهود وهبذل وقت وهبذل طاقه. وبعد ما اخلص انا يعني ساعتها الحمد لله انا بتبسط عشان اتعودت على ده.
في أو يعني إلى حد ما، ولكن أنا مش هلاقي سعادة لحظية، يعني مفيش سعادة لحظية، نتيجة لحظية دلوقتي للمتعة اللي أنا عملتها دي، إلا إن أنا بفكر إن أنا حطيت حاجة كوين في حصالة الصحة بتاعتي. عايزاكم تفكروا كده دلوقتي، دي متعة لحظية زائلة هتزول في لحظة، حالا هتزول. ولكن بقى هي مش بس هتزول المتعة بتاعتها، لا هي هتسيب لي أثر. الكيكة اللي أنا هاكلها دي هتسيب أثر في جسمي، الغلطة اللي أنا هعملها دي هتسيب أثر في حياتي قدام. إنما الصح اللي أنا هعمله هيسيب أثر مش دلوقتي ولكن قدام. يبقى أنا عندي حاجتين، أنا حتى بكتب لنفسي كده كل يوم، بكتب لنفسي المتعة الزائلة versus السعادة الدائمة. متعة زائلة قصاد السعادة الدائمة. المتعة الزائلة دي اللي هي المتعة اللي أنا هاخدها دلوقتي حالا كده، حالا أنا هستمتع بالحاجة اللي أعملها، سواء لو كانت الحاجة غلط أو لو كانت الحاجة ضياع وقت ملهاش لازمة أو لو كانت أكلة معينة غلط مثلا. والحاجة التانية الصح اللي أنا هعمله، اللي أنا مش هلاقي ليه نتيجة حالية ولكن هلاقي نتيجة قدام. يبقى دي الحاجة، أول حاجة بتوقعنا في الغلط، بالرغم من إحنا عارفين إنه غلط، لأن إحنا بنبقى عايزين المتعة اللحظية حالا دلوقتي، أنا عايزة أستمتع دلوقتي. ودي بقت من الحاجات اللي سمة من سمات العصر اللي احنا عايشينه، احنا عايزين كل حاجة حالا، عايزين كل حاجة دلوقتي. فالمتعة والسعادة هتبقى برضو دلوقتي. انما لو هتقولي انت اتمرن وكمان سنتين 3 هتلاقي نتيجة، او كمان سنة حتى هتلاقي نتيجة، ايه ده؟ لا مش عايز، ايه كل ده؟ فاحنا بنفكر في المتعة اللحظية مش المتعة الدائمة اللي هتجيلي بعد فترة وهستمتع بيها لما اكبر، مش هروح ارقد في المستشفى واقول يا ريتني ما كنت عملت كذا وكذا وكذا. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى هي ايه؟ هي ليها علاقة باللي احنا قلناه. انا لما اجي استمتع دلوقتي كلها متع لحظية زائلة بتزول، بس بتسيب الأثر بتاعها، أثر على أثر على أثر، غلطة على غلطة على غلطة على غلطة على غلطة، كونت حاجة كبيرة بقى اسمها ايه؟ compound effect. زي بالظبط علبة اللبان دي، أنا لما افتحها وعبي فيها واحدة ورا التانية ورا التانية ورا التانية، بعد فترة كبيرة هفتحها الاقيها اتملت على الآخر، فبقى ده اسمه compound effect. وده بالظبط فكرة الكتاب ده. الكتاب ده يا جماعة بجد يعني أنصح بيه أي حد إن هو يقراه. أنا قريته مرتين، ويعني مش قريته بس، انا ذاكرته وحفظته تقريبا. لو عايزين ان انا اعمل لكم فيديوز عنه، اقرا الشابتر واشرحه لكم بالتفصيل، قولوا لي كده في الكومنتس، انا يعني ابقى مبسوطه جدا لو عملت حاجه زي دي لو انتوا عايزين، لان هو ليه علاقه بالموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان انت تكلم نفسك وترد عليها دايما، الحوار الداخلي يعني. فلو انتوا حابين ده انا هبقى مبسوطه جدا لو عملته، قولوا لي في الكومنتس. المهم ان الكتاب ده فكرته من الافكار يعني اللي فيه جواه ايه؟ ان انت دايما بتعمل حاجات صغننة زي النملة كده، لما تيجي تكون حاجة، لما تيجي تاخد حاجة وتحطها وتاخد حاجة وتحطها وتاخد حاجة وتحطها، في الآخر هتتكون. أو زي فكرة الجبل، إن الجبل مكون من حبات الرمل الصغيرة. إحنا بنفكر في حبة الرملة بس، يا دي حبة رملة هتعمل ايه يعني؟ فعلا هي مش هتعمل اي حاجة، حبة الرملة مش هتعمل اي حاجة. بس لما احط واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة، في الاخر هلاقي العلبة اتملت، وانا اللي هجني ثمار العلبة دي وارجع اقول يا ريتني. فوانا بفكر ونفسي لما تقول لي ايه يعني دي حبة رملة، ايه يعني؟ هقول لها لا، ما انتي دي على بكرة على بعده على بعده هيبقى عندك جبل كبير، هتعملي فيه ايه ساعتها؟ يبقى افكر نفسي دايما ان في حاجة اسمها compound effect. اعتقد من وجهة نظري ان الحاجتين دول لو احنا حطيناهم في السيستم بتاع الافكار بتاعنا وفي طريقة كلامنا لنفسنا، ان انا لما نفسي تقولي، لما اعرف اقفش نفسي كده على طول ان انا عايزة المتعة دلوقتي، عايزة اللحظة الحالية في السعادة بتاعتي، اقفش نفسي في اللحظة دي واقول لنفسي لا، لان انا في سعادة قدام هتجيلي، حاجة اسمها compound effect، وحاجة اسمها ان انا عمالة بعبي كل يوم واحدة ورا التانية ورا التانية، في الاخر هلاقي نتيجة كبيرة. يا عالم بقى هتكون ايه النتيجة دي؟ يا هبقى بقى بستمتع بكل الحصالة اللي انا عملتها دي، يا هبقى بندم وعمال يعني. بلاش نوصل للمرحلة دي، اكيد احنا مش عايزين نوصل لها. تمام. في بقى حاجة تانية عايزة اقول لكم عليها، وهي انا قلتها في الفيديو اللي فات، يا ريت لو ترجعوا تشوفوه، وهي ليها علاقة بتربية النفس.
ان انا لما ابني يبقى عايز يعمل حاجه غلط وحاجه مش في مصلحته انا بقول له لا. فاحنا محتاجين احنا كمان نقول لنفسنا لا. لما نفسنا تبقى عايزه حاجه غلط، او لما نفسنا تبقى عايزه حاجه مباحه بس الكتير منها غلط على صحتي قدام، برضو اقول لها لا مش هينفع اعمل الحاجه دي. يبقى تربيه النفس مهمه جدا، ان انا اوصل ان انا اعمل الحاجتين دول واقوم نفسي واشجع نفسي، لانها بتبقى صعبه قوي. لان عايزه اعترف لكم برضو اعتراف، انا عامله الفيديو اهو وبقول لكم على الحاجتين دول هم، مش معنى كده ان انا حياتي ورديه وما بتجيليش افكار ان انا عايزه متعه لحظيه دلوقتي. مش معنى كده ان انا ما بقاومش نفسي في اوقات كتير وبقول لنفسي لا مش هينفع اعمل كذا، محتاجه اعمل كذا، وساعات بقع وساعات بقوم وهكذا. احنا بشر في الاخر، كل اللي علينا ان احنا نحاول، مش اكتر من المحاوله. الحاجه الثالثه بقى اللي قلت لكم هقول لكم عليها عشان تساعدكم، عايزاكم بقى تجيبوا ورقه فاضيه كده، والورقة الفاضية دي تقسموها نصين كده بالظبط. تقسموها نصين، نص هنا تكتبوا الحياة اللي بتمناها، والنص الناحية التانية تكتبوا فيها الحياة اللي عايشها دلوقتي. الحياة اللي بتمناها والحياة اللي عايشها دلوقتي. الحياة اللي بتمناها، بتمنى ان انا ابقى ايه في يومي شكله عامل ازاي. يعني خلينا نسهلها شوية، خلينا نقول اليوم يومي شكله عامل ازاي، واكتب مثلا 1 2 3 4 5 6 وهكذا، ويومي دلوقتي عامل ازاي، وقارن. في الاخر هتوصل لحاجة معينة، يبقى انا محتاج اعمل ايه عشان اوصل لليوم المثالي اللي انا بحلم بيه. لان خلي بالكم الحياة عبارة عن ايه؟ الحياة عبارة عن يوم. وحدة الحياة هي اليوم، الوحدة اللي بنقيس بيها الحياة اليوم، يومي عامل ازاي. فأنا لو يومي مثمر وبنجز فيه وبعمل حاجات فيه لصحتي ولعلاقاتي والمستقبلي، في الآخر بعد سنة سنتين 3 الكومباوند افكت اللي أنا هاخده من الحاجات اللي أنا عملتها دي هستمتع وهبقى مبسوط وهشكر نفسي على اليوم اللي أنا كنت عايشه ومبسوط فيه ده. انما لو انا اليوم مشيته كده عادي، برضو زي ما قلنا اليوم اللي فات، الفيديو اللي فات، مشيته اليوم بيومه وبرتجل وبمشي وعادي وكل حاجة عادي، في الاخر بعد سنين كتيرة هلاقي اللي انا عملته في الحصالة بتاعتي فاضية ومفيش اي حاجة، وبالعكس ندم وقهر ومرض. فبلاش، انا في غنى عن كل ده. ولو انت مش عارف دور وفكر وقولولي لو انتوا عايزين اساعدكم في الموضوع ده. بس عايزاكم ان انتوا فعلا تشوفوا انا ايه هو اليوم المثالي بالنسبه لي، او لو في حد مثلا عايش اليوم المثالي ده، او انت عارف ان انت ايه اليوم ده، او بعض الايام في حياتك كان فيها اليوم المثالي بالنسبه لك، اللي وانت نايم كنت راضي عن يومك، او وانت نايم لا انا مش راضي عن يومي، او الحياه بتلف وبتمشي زي الهامستر اللي بيلف في الدايره المفرغه وخلاص على كده، ولكن انت في الاخر هتجني ثمار اليوم ده او اليوم ده. اتمنى يا رب ان الفيديو ده يكون نفعكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوز اللي جايه. وقولوا لي لو حابين ان احنا نلخص نتكلم في الكتاب. والفيديو الجاي ان شاء الله انا ناويه اكلمكم عن السلوك بقى بعينه، لو انا في سلوك معين عايزه اغيره ايه اللي يساعدني اقوله لنفسي عشان اغيره. لان زي ما قلنا انا المحتوى بتاع الصفحه بتاعتي ان شاء الله هيبقى كله ليه علاقه بالحوار الداخلي اللي بينك وبين نفسك، عشان تقدر تقوي وتدعم نفسك. لو لسه ما عملتوليش سبسكرايب يا ريت لو تعملوا لي سبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.